صباح الفل، صباح الياسمين، صباح احلى اخوات واحلى متابعين واحلى فانزات. وما شاء الله نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. ما تحرمش منكم يا رب، ولا من كومنتاتكم الجميله، ولا من متابعتكم ليا. ويا رب يا رب تكون دايما كده اخواتي في القناه، وام واب واخ واخت ليا في القناه. تنوروني ودايما تاج على راسي من فوق. احنا النهارده قمنا عجلنا يعني زي في مثل بيقولك قومي عجلي من الفجرية. او احنا قمنا النهارده يومنا يوم الجمعة. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب اجمعين، ويا رب يكون يوم جميل وقضيتوا يوم جميل كده مع بعضكم ومع اهلكم. وكل سنة وانتم طيبين. خلاص انا كنت جايبة دقيق وحوالي ده بتاع كيلو وربع كده. حطيتهم، يعني سبت منهم شوية صغيرة كده. اه خلاص. وهنعمل بقى هنعجن معاكم من الفجرية اهو. قايمين بدري اوي يوم الجمعة، عشان انا بحب يوم الجمعة ده اقوم بدري. وحطيت 3 معالق سكر اللي هم بتوع الشاي، على معلقة ملح كده، وهندوبهم كويس بمية. عشان السكر والملح بيكون خشن كده، وانت بتيجي تفردي الفطيرة بيخرمها منك. خلاص يا بنات، خلاص يا ستي الكل اهو. انا بقلبها بقى كويس، وهنزل بكوبايه الميه دي. وبعد كده لو احتاج ميه هديله حسب الرغبه. شوف هياخد مني قد ايه ميه اديله. ولا تخليها تعجن منك كويس، تبقى كويسه معاكي. يعني ما تحطيش ميه كتير، عشان هتجيبي منين دقيق؟ لو عندك زودي، ما عندكيش خلاص على قد دي استعملي الميه. خلاص حسب ما ياخد منك الميه. او انا معايا كوبايه كده صغيره بتاعت الواد انا سيبني. والله وهو يا عيني اللي طلب يقول لي يا ماما انا عايز فطير عايز فطير. جبت له فطيره من الفرن، سابها لي والله ما عجبتهوش. قال لي لا يا ماما ناشفه. اه خلاص قلت له حاضر هعمل لك يا حبيبي. كان عندي، كنت انا جايبه دقيق، رحت عملته له اهو. وقمت بقى حضرت نفسي كده يوم الجمعة. قمنا صلينا الصبح، وقعدنا نقرا في قرآن شوية، واستخرنا ربنا، ودعينا لولادنا اللي ربنا يوفقهم ويوفق ولادنا يا رب في الثانوية العامة. يطلعوا مجبورين الخاطر، ربنا يراضيهم ويديهم على قد ضميرهم ونيتهم يا رب. ووفق لهم ولاد الحلال، ويطلعهم كده مجبورين الخاطر، ويفرح أهلهم بيهم يا رب. والحمد لله على كل حال اهو. بصوا انا عجنتها وسبتها ترتاح. او كان عندي نشير دخلت انشر، سبت العجينه ترتاح شويه قبل ما اقطعها برضو. يعني مش تعجنها وتقطعها على طول، لا سيبها ترتاح شويه كده قبل ما تشوفي وراكي انا كنت عندي نشير كده غسله دورتين غسيل. رحت نشرته. كان اليوم ده بقى النهارده يوم مطحون من غسيل لفطير لعجين لغدا، لكل خير ان شاء الله. ويا رب دايما بيوتنا مع تعمر بالخير. اه يا رب نعمر بيوتنا كده مليانة بالخير والحب والتفاؤل والامل. والله طول ما انت عندك امل ويقين بالله ربنا هيرضيك ويديك، وتسيبيها على الله. والله ربنا هو اللي بيرزق وهو اللي بيدبقك. والله تبقي ست جدعة لما انت تشيلي مسؤولية بيتك وتمشي على قدك. مش عيب ولا حرام ولا غلط. احسن ما نمد ايدينا لحد، ولا نقول لحد ادينا، ولا نحوج نفسنا لحد. لا خليكي انت ماشية على قد ظروفك وقد امكانياتك، وهتستوري بيتك، وهتبقي ست جدعة واقفة مع جوزك بمية راجل، وهتبقي زي الفل. يعني بصوا، يعني على قد ما تقدري وفقي 100 شيلي منها. والله العظيم لو شلتي 5 جنيه هتشيلي 50، هتشيلي حتى لو هتشيلي منها كل يوم 2 جنيه كده في حصالة على جنب. والله هتستوري بيتك بيهم، وهتراضي نفسك بيهم، وهتراضي بيتك وعيالك. وسيبها على الله، واللي بيسيبها على الله ما بيغلبش ولا بينضم. ربنا هو اللي بيرزق وهو اللي بيستر وهو اللي بيراضينا. ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله كده واحنا بنصبن المواعين على. والحمد لله على كل حال. ويا رب نكون كده بخير وسعادة. بص هتخش مطبخك برضاكي كده وبنية صافية وبحب وبرضا. هتبص تلاقي الدنيا دي بقت معاكي 100 فل و10. وتسيبها على الله وتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربنا بصي كريم هيفتح لك الأبواب المغلقة. هتبص تلاقي ربنا راضك من كل ناحية.
و... والحمد لله على كل حال. وادي اليوم بتاعنا كان الحلوة دي قامت تعجب من الفجر يا جماعة، والله احنا قايمين من بدري زي ما قلنا لكم، صلينا والحمد لله على كل حال. وربنا يكبر بخاطرنا، ودعنا لولادنا كده شوية ونقربنا من ربنا. أهم شيء تقربي من ربنا. ربنا كريم، ربنا غفور رحيم، ربنا هو اللي بيغفر وهو اللي بيسامح وهو اللي بيراضي. والحمد لله على كل حال، والحمد لله في كل وقت وفي كل أذان وفي كل رضا. ربنا يرضيكي ويديكي على قد ما انتي بتتمني. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. هتقولي ام احمد بقى النهارده وجع الدماغ. مسكتي بقى عجنتي العجين، ركنته على جنب، ونشرنا غسلنا وايه تاني، وصبنا المواعين بتاعتنا والبوتاجاز بتاعنا. ودي اليوم بتاعنا جميل كده، وصحيان بدري حلو. تقومي تفتحي شقتك كده وتهويها. انا قمت فتحت شقتي كده، هويت الشبابيك. جوزي اتكل على الله راح شغله، واحمد راح درسه. احنا يوم الجمعة دي برضو شغل ودروس والدنيا ماشية عادي، يومنا عادي. خلاص قمنا بقى فتحنا شقتنا كده، هوينا الشقة وهويت البلكونة برضو في الأوضة عندنا عند ماما والعيال. ومسكت الشقة تهويها وتديها طاقة كده إيجابية كده، تخشي لها هوا. عشان ايه؟ الكتمة والصيف دخل علينا، وتبقاش الدنيا ايه، بتقلي، بتعملي زيوت، بتعملي طعمية، بتعملي فول. الزيوت دي بتعمل كتمة في الشقة ودخنة في الشقة. خلاص يا بنات، خلصنا بقى البوتاجاز وخلصنا المواعين في الحوض، شطبناه خلينا زي الفل. وايه عقبال ما الفطير بتاعنا يرتاح ونفرده مع بعضنا كده. انا ايه بعمله بطريقتين. ب... يعني بجيب كيلو دقيق، بعمله فطيرتين، اقسمه اتنين واروح فرداهم بالدقيق. وبحب اعمل التقطيعه ديت اللي هي كور صغيره، وافردها على الصينيه كده. انا ايه بحب الطريقه دي اسهل من التانية بقى. بتجيبي الترابيزه، وبتجيبي ايه تاني، نسيت والله. خلاص انا بقيت انسى، انا فقدت الذاكره. ولادي نسوني حياتي واسمي، والله ربنا يهديهم ويصلح حالهم. المهم في الموضوع، الحمد لله على كل حال. بجيب الترابيزة وارش دقيق وبنفرد وبنعمل شغلانة كده. خلاص لا انا بقى ايه، وانا واقفة دي بيتعمل معايا في 5 دقايق. هو 5 دقايق عجين و5 دقايق فرد، والدنيا بتبقى معاكي 100 فلة و100 عشرة. عقبال ما بتشطبي مطبخك بيكون ارتاح، والعجينة ارتاحت معاكي وملمسها بقى حلو، وتعرفي تفرديها هتريحك انت وانت بتفردي. خلاص بصوا شايفين، هي على طول كده بتبقى احسن فطيرة. نلمها زي البقجة كده واحدة واحدة ونحطهم جوا بعض، وهتطلع جميلة. طلعت ما شاء الله بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. عجبت ولادي قوي قوي، كانت طعمها تحفة قوي قوي النهاردة. انا بقى كان انا سيبني نفسه في الفطير، ويقول لي يا ماما انا عايزه اكل فطير، عايزه اكل فطير. بصراحه ما كانش عندي وقت، وما كانش في وقت عندي، عشان كانت ماما بتعمل العمليه في عينيها، ما كنتش فاضيه. ورحت ايه جايبها له من الفرنه. آه ما كلهاش والله، ما كلها بقى ياكلها ويقول لي يا ماما دي جامده، بتشد بتشد. قلت ما بدهاش منها، لازم اعمل له. حرام ده عيل برضو ما ذنبوش في حاجه، وما يبقاش نفسه في حاجه هو بيحبها مننا. يقول لي لا بتاعتك احلى، بتاعتك احلى. والحمد لله على كل حال، وربنا يقوينا ويدينا الصحه، ونعمل لاولادنا كل حاجه نفسهم فيها. او بصوا بقى بفردها بايدي ازاي، سهله على طول على طول. يعني ما خدش كل الموضوع في ايدي بالظبط، بتسويته بعمايله بكله، ما كملتش نص ساعه والله. وعملت لهم احلى فطير واحلى فطار، وكان فطار جميل في وسط ولادك وبيتك وجوزك. وربنا يديم علينا نعمه ويسترها علينا وعلى ولادنا، ويخليهم ويبارك لنا فيهم، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. وما يحرمش حد من الضنا ابدا ابدا يا رب العالمين. خلاص يا بنات، خلاص يا ستي الكل. وما تنسنيش بقى بكومنت حلو ولايك واشتراك، وتنوريني في القناة، وما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من متابعيني. وكده دايما تاج على راسي. بصوا بنلفها زي البقجة ازاي. انا عملت كل فطيرة خدت مني 7 كور اللي انا مقرصاهم دول. خلاص تطلع معاكي فطيرة حلوة ومورقة وتخينة، سمكها حلو
وتطلع معاكي احلى فطير، واحلى فطير تاكليه في بيتك وبصنع ايدك، او زي ما انتوا شايفين يا بنات. ما يلا نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ودي احلى فطير من ايد ام احمد وانس، وما تحرمش منكم ابدا ابدا. كل اللي يكتب لي كومنت حلو ويحط لي اشتراك ولايك وينورني في القناه. خلاص، او بصوا بقى شايفاه بفردهم ازاي، وفردتهم وكانوا هما لسه نايمين. انا كنت قايمه بدري جدا جدا. حلوه قايمه تعجن من الفجريه، حلو المثل ده، والله المثل ده جميل. و أو يا بنات أو يا ستي الكل، وفيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله هنبتدي بالخير والبركة مع بعضينا. هتقومي تعملي لعيالك أحلى حاجة برضاكي كده وبالحب وبالتفاؤل والأمل، أو تخشي كده المطبخ بالرضا. هتبقي والله العظيم النية صافية ونيتك داخلة كده مطبخك بالحب والرضا، وتعملي لولادك أحلى فطير وأحلى حاجة هم عايزينها. عايزين فطير، عايزين بسكويت، عايزين أي حاجة كده. أو بصوا بفردها برحرحها كده بايدي عشان تفرد معايا. اي بصوا بقى سمك الفطيره حلو ازاي وتخينه، ما شاء الله طلعت تحفه تحفه. اجيب لكم عسل يقولوا لا. ولادي بصوا من محبين المش والجبن القديمه قوي قوي قوي. خلاص عملت لهم بقى جبنه قريش وجبنه قديمه، وطلبوا سكر بودرة. طحنت لهم سكر بودرة في المطحنة كان عندي. او بصوا انا حطيته لكم، قالوا لي يا ماما حتى السكر هتصوريه، قلت لهم اه عشان اعرفهم طلبكم ايه. خلاص ربنا ما يحرمش حد من الدنا يا رب، وتنوروني كده في الفيديو. وبصوا الفطير جميل ما شاء الله طلع تحفة تحفة، وحاجة كده فخر من الاخر. وبصوا انا سيبني بقى فرحان. حسن استماعكم، مع السلامة.